السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم عن حاجه مهمه جدا. لازم الطفل الصغير تعامليه على انه كبير. يعني ايه؟ يعني الطفل اول ما يبدا يتم 7 سنين 8 سنين كده تبداي تشوفي تفكيره ازاي، عشان تشغلي مخه معاكي يقدر يفكر ويقدر يحل مشكله، يقدر ياخد موقف في حاجه معينه، ما يبقاش ماشي في الدنيا كده ان حد بيوجهه طول الوقت وانت اللي تقولي له اعمل كذا وما تعملش كذا. يعني ايه؟ يعني عامل الطفل الصغير ده على انه كبير في حاجات معينة، يعني مش في كل حاجة اكيد، بس خليه ياخد معاكي قرار. لو حصلت مشكلة مثلا في البيت خدي رأيه، قولي له ايه انا شايفة اللي انا عملته ده صح ولا غلط. طب انت شايف لو انت مكاني كنت اتصرفت ازاي؟ طب ممكن نحل الحاجة دي ان احنا نعمل ايه. طول ما انت بتكبريه هيكبر معاكي، انما طول ما انت بتعامليه ان هو صغير هيفضل طول عمره صغير. بنلاقي رجالة كبيرة في حياتها بعد كده مش عارف ياخد قرار في حياته، مش عارف يتصرف في حاجة معينة، لازم حد يوجهه، لازم حد يقوله ده الصح وده اللي تعمله وده الغلط وما تعملوش. ليه بقى؟ لانه من وهو صغير امه كانت طول الوقت هي اللي بتوجهه، او ابوه او اي حد او اي شخص، يعني كان هو اللي على طول بيوجهه، بيقوله ايه الصح وايه الغلط، او اعمل كذا وما تعملش كذا. فهو خدها عادة طول حياته، ان هو من صغره متعود ان حد بيحدد له القرارات بتاعته، حد بيقول له اعمل وما تعملش، فهو من نفسه ما بيعرفش ياخد قرار. بنلاقي حاجات مصيرية في حياتهم مش قادرين ياخدوا فيها قرار. ليه؟ لانه من هو صغير ما اعتمدش على نفسه في اي حاجة، وعلى طول اهله كانوا شايفينه ان هو صغير. لا يا حبيبي، ما ينفعش تلبس الشراب لوحدك، انت صغير مش هتعرف. لا مش هتعرف تنزل السلم لوحدك اصل انت صغير. لا مش هتعرف تروح تشتري حاجة من البقال اللي جنبنا عشان انت صغير. طول الوقت انت محسساه ان هو صغير ومش هيعرف ومش هيقدر يعمل حاجة، فبيتعامل على كده على طول. فكبري ابنك هيكبر معاكي. طيب كمان لو انت خدتي رأيه في موضوع معين او مشكلة حاصلة وقلتي له انا اتصرفت كذا، ايه رأيك في الحل اللي انا فكرت فيه ده صح ولا لا، وهو شاركك وقالك رأي، والرأي بتاعه ده انت فكرتي فيه ولقيتيه صح، لازم ترجعي تعرفيه ان هو بيفكر صح، ولازم تقولي له فعلا كان عندك حق، الحكاية دي لازم تتحل كده. او انا ما كنتش واخدة بالي من التصرف ده، فلما عملته وعملت اللي انت قلت لي عليه يعني لقيت ان الموضوع اتحل اسهل وابسط، والحياة بقت اسهل. فعرفيه كمان ان هو بيعرف يفكر، ولما يفكر ما تنسيش تمدحيه عشان تزودي الثقة عنده بنفسه، وان هو على طول يساعدك، مش تقولي له بس انت ايه ده، ايه التخلف ده، انت بتعرفش تفكر، لا 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 ده الحل ده وحش جدا، لا ده هيبوظ الدنيا. شاركيه كده واقعدي قولي له لا ده ينفع عشان مثلا كذا والاسباب كذا كذا كذا، لا ده ما ينفعش عشان احنا لو عملناه هيحصل كذا وكذا وكذا. فشاركيه معاكي الحياة.